الله يسعد لي اوقاتكم يا رب. كيفكم؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. هيك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يجعل ايامكم كلها خير وبركة ورزق وصحة وسعادة. ويا رب هيك الله يتقبل منكم ومني دعواتكم واعمالكم الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله هيك ما بيخلص رمضان الا الله رب العالمين جابر خواطركم جميعا بكل شي حلو وبكل شي بتتمنوه يا رب. وإن شاء الله رمضان هالسنة يكون خالي عليكم وعلي من الهموم والأمراض والأحزان والأوجاع. اللهم آمين يا رب العالمين. وقبل ما بلش الفيديو حابة أقول أهلا وسهلا بكل الأخوات اللي اشتركوا جديد بقناتي وانضموا لقناتي جديد. الله يسعدكم ويجبر خاطركم مثل ما عم تسعدوني وتجبروا خاطري بوجودكم معي. بتمنى تدعموني بلايك وتعليق وتعطوني رأيكم بالفيديو. وإذا كنتي أول مرة بتشوفي الفيديو بتمنى هيك تساعديني باشتراكك بقناتي وتكوني أخت جديدة إلي، لأنه رأيكم كتير بيهمني ودعمكم إلي كتير بيشجعني إني كفي واستمر. فبتمنى ما تبخلوا علي من دعمكم لو بلايك وتعليق هيك صغير لأعرف رأيكم بالفيديو. وحبيت بلش هذا الفيديو هيك بهي الهدية البسيطة يلي اجتني من أختي بعيد الأم. هيك ما بعرف، ما حبيت هيك افتح الهدية لحالي فهيك صورت وحبيت إني شارك معكم هذا التفصيل. عن جد الله يخلي لكم اخواتكم يا رب وامهاتكم وكل عام وجميع الامهات بالف خير. هي الهديه بعثت لي اياها قبل رمضان وهيك صح اني انا متاخره بالتنزيل، انه هاي المناسبه انه صار لها زمان شوي، بس معلش خلص ما حابه يروح تصويري على الفاضي وبدي شاركها معكم. كاتبت لي على الكرت كلهم فله وانت بقيتي تخبيلي بقلبك اسرار. عن جد الله يفرح قلبها هيك ويجبر خاطرها مثل ما عطول بتفرح قلبي بهيك بهالشغلات وهالهدايا البسيطة يلي إلها قيمة كتير كبيرة عندي. هي أختي الوحيدة يعني، وأنا بعتبرها هي مو بس أختي، يعني أختي ورفيقتي وأغلى إنسانة هيك بكل الدنيا عندي. الله يخلي لكم أخواتكم يا رب، ولا يحرم حدا من أخوه ولا يحرم حدا من أمه ولا يحرم حدا من أهله ولا يحرم أم من ابنها. إن شاء الله يا رب بتضلوا كلكم بخير وبتضل هيك بتضلوا تاج فوق راس ولادكم. ما بعرف ليش هيك عطول بتصير معي ظروف من وقت اللي بلشت اليوتيوب هيك بتجبرني اني غيب عنكم عن اليوتيوب. هيك قبل رمضان كنت مجهزة كتير شغلات هيك حابة شاركها معكم وتفريزات هيك وشغلات كتير وتجهيزات عن جد يعني كنت كتير مخططة اعمل شغلات، بس للأسف احترقت شاشة تليفوني يلي بصور فيه وما قدرت شارك معكم اي شي، ولهلا لهالفترة هاي لحتى قدرت صلحه الحمد لله. يعني كل مرة بقول ما عاد بدي غيب وخلص ما عاد غيب، بس بتصير ظروف سبحان الله بتجبرني اني غيب. يعني الصراحة ما كان إلي نفس لا نزل ولا شي، يعني ما بعرف ما عاد إلي نفس لا نزل على اليوتيوب ولا شي، بس هيك يعني بلشت وما بدي تعبي يروح على الفاضي. فالله يجبر خاطركم هيك. بتمنى تدعموني وتحطولي رأيكم بالفيديو مشان هيك شوف هيك شي يشجعني اني استمر. والشغلة التانية اللي صارت معي انه صاحب بيتي هيك رفعلي الاجار كتير هيك بعد الزلزال هيك باسطنبول، كتير اثر علينا الوضع بانه ارتفعت الاجارات كتير. فصاحب بيتي كتير رفعلي الاجار وكنت بدي اطلع بس ما لقيت بيت، يعني البيت يلي انا قاعدة فيه بالسعر يلي طلبه صاحب البيت ما بيستاهل هالقد يعني. الحمد لله على كل شيء. قلت قال لي جوزي يعني خلص خلينا بالبيت هلا هالشهرين لنعرف مصيرنا ونعرف شو بده يصير بالانتخابات، وقتها يا بنطلع على بيت احسن ان شاء الله يا انه بنطلع من البلد كلها. فهيك الله يختار الخير يا رب. بس عن جد كنت واصلة لمرحلة من اليأس اني يمكن بدي بطل اليوتيوب وبطل القناة كلها، بس كلهم عم يقولوا لي كفي واستمري وهيك، فخلص ماني حابة انه التعب يروح على الفاضي. وهون حبيت اطلع من هذا الجو الاكتئاب كله هذا، وقلت خلص انه خلص صارت الدنيا رمضان وحرام نضل هيك، يعني انه اولادي صاروا عن جد صاروا ينقوا علي ويقولوا لي ماما ما بدك تجيبي لنا زينة لرمضان. فانا كتير فرحت بهالشي وعن جد تأثرت فيهم انه بما انه نحن بغربة وهن صغار يعني ما بيعرفوا شو رمضان انه ببلدنا وهيك والاجواء. فكتير فرحت منهم انه طلبوا مني هذا الشي. فاخدت ابني الكبير محمد وقلت له قوم نجيب زينة لرمضان. صوتك صار ماي. ايه وهون بعد ما رجعت صورت لكم شو جبت. ما قدرت شارك معكم هونيك لانه كان زحمة كتير بالطريق وبالسوق فما قدرت صور كتير. وهون جبنا هذا الهلال كتير عجبني هيك، وحجمه مو صغير، حسيت حجمه كبير هيك له قاعدة بيتركب
ومو غالي ابدا، حقه 10 ليرات. وهدول الفوانيس كمان لقيت سعرهم كتير حلو، هيك اخدتهم كمان كتير حبيتهم. بس ما جبت لهم بطاريات، هذا شمع عفوا، على على البطاريات. جبت لهم هذا الضو هيك، حاطه ببالي اني احطه هيك بقلبهم، وهيك كلهم نجمع الضو كلهم بقلبهم. عن جد طلع كتير حلو. هلا بدي شارك معكم كيف ركبته. شوفوا لونه شو حلو، كمان مو غالين ابدا، سعرهم 35 ليرة بس هدول الفوانيس. الحمد لله توفقنا بهالزينة. وانا هيك بحب الزينة البسيطة، يعني ما بحب الشي اللي عم شوفه كتير هيك، الشي كتير والاوفر المخدات وما بعرف شو. لا هيك بحب خلص الهلال والنجمة والفانوس، هدول الاساسيات يعني. وكمان هدول الشغلات لازميني كتير للبيت فجبتهم. ولازمني كتير شغلات للمطبخ وللبيت، بس ما قدرت اجيب كل شي لانه قال لي جوزي لا تجيبي شي خلص لبعد شهرين لنعرف مصيرنا، يعني بعد الانتخابات بتجيبي. يعني انا جبت شي الضروري الضروري وما كترت ابدا. هدول ما في ناقصيني كتير يعني لازميني. فبعد شهرين بنشوف يا من، يعني لازمني طقم فناجين ما جبت. قلت مرة تانية يعني ضروري كتير لازمني، كان لازمني طقم طناجر، لازمني كتير كتير شغلات، بس ما رح جيب شي هلأ لحتى نعرف مصيرنا. بعد شهرين بقى. واخدت هذا البريق هذا كتير حبيته، هيك بينفتح من النص، هذا للمكسر لخلط الكيك وخلط القطايف وخلط الكوكتيل. هلا انا عندي مكسر، ما في عندي خلاط انه كوكتيل هيك، بس كتير حبيته يعني. هيك عن جد حسيته مميز. واخدت هدول الصحون كمان لازميني كتير. واخدت هيك هدول الزبادي كمان للشوربة برمضان. وهدول العدادات للتسبيح كمان. وهذا طقم كاسات المي، يعني هدول بتعرفوا كتير لازمين برمضان، كتير بيلزموا. وهذا طقم كاسات الشاي كتير حبيته، يعني هيك حسيت له ايدين وحسيته سميك ومو غالي ابدا، سعره 35 ليرة. وهذا طقم كاسات العصير، كأني كاسات التكسير يعني، هدول بنضل نكسر فيهم. وهلأ هون هي الفوانيس هيك، هيك طريقتهم. حبيت شارك معكم كيف زيناهن وكيف دخلنا الضوء على قلبهم. هيك ما حبيت جيب شمع وبطاريات وما بعرف شو بيخلص دغري، لا هدول هيك بحطهم بالكهرباء ودغري بيشتغلوا. كتير حبيت الفكرة عن جد، وكتير كتير فرحانة عليهم. وندمت ليش مو من أول رمضان هيك رحت جبتهم، لأنه عن جد ما حسيت بأجواء رمضان غير لما اشتريتهم. ولادي هيك كتير فرحوا عليهم عن جد، يعني فرحت على الولاد أنا إنه بدهم يجيبوا زينة لرمضان بما إنه نحنا بغربة وهيك. عن جد كتير لقيتها حلوة منهم، قلت الحمد لله رب العالمين يعني. اي فهون هيك بندخل الضو من طرفه، وبنصير بندخله على آخر فانوس، وبعدين بنلف شوي 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 بكل فانوس وبنحطهم. بس بندير بالنا منيح مشان ما ينقطع، ومشان نقدر نشيلهم وقت بدنا نشيلهم، يعني بنقدر نشيلهم. هون قلت لجارتي، اجت لعندي جارتي لقيتني عم بعملهم، فقالت لي بدي ساعدك فيهم، فقلت لها خدي انتي اعملي لي اياهم وانا بدي صور. بدي شارك على اليوتيوب. فحسيت الفكرة مميزة، يعني ما في كتير حدا عامل هيك، يعني كلنا عم يحطوا شمعات وهيك. هلا شوفوا ما احلاهم طلعوا. وهيك كانت نتيجتهم، شايفين ما احلاهم، وعن جد بأقل تكلفة. وحسيت الفكرة كتير كتير مميزة. وهون كمان هي الله يجزيها الخير كمان ركبت لي الهلال. عن جد كتير حلوين طلعوا، ما توقعت ان يطلعوا حلوين. عن جد كتير فرحانة عليهم. عن جد ما حاسة بأجواء رمضان غير فيهم الصراحة. حبيت شارك معكم كل التفاصيل. بتمنى يا رب انه الفيديو يعجبكم وتاخدوا فكرة هيك عن الفيديو. بس هدول اذا ركبتوا هذا الضوء فيهم ما بتقدروا تشيلوا كل فانوس لحاله، هيك بتشيلوا الفوانيس كلها مع بعضها وبتحطوها مطرح ما بدكم. ووقت اللي بدكم تشغلوهن اذا عندكم اولاد صغار بترجعوهن وبتحطوهن هيك شيلة وحدة، مو انه كل فانوس لحاله بينقطع الضوء، لانه بينقطع حبل الاضوية. وهيك بيكون صار عندي احلى ركن رمضاني واحلى اجواء رمضانية. هيك مبسوطة عليهم كتير. عن جد شوفوا لي في أحلى وأبسط وأجمل هيك من هالأضوية وهالمنظر هاد
بس لا يمكن ما بيحلى هالمنظر غير هيك مع فنجان القهوة هيك اللي يزينهم. هلا انا تابعوا الفيديو للاخر لانه شاركت معكم هيك الزينة هيك مع فنجان القهوة والاجواء الرمضانية كاملة بعد الفطور. هاي امبارحة عملت هاي الرقائق هيك اشتريتها من الماركت، حبيت غير شوي عن عجينة السمبوسك والقلي، فلأنه كتير عملت برمضان يعني من أول رمضان عطول سمبوسك وقلي سمبوسك وقلي، وشي عجينة جاهزة وشي عجينة عقيدة بس ما قدرت أصور لأنه ما معي تليفون. فامبارحة جبت هاي الرقايق عفوا، بيقولولها سبرينج رول. كتير هيك سهلة وبسيطة ولا أسلس ولا أسهل من هيك بنلفها مثل اليبرقة وبنحشيها شو ما بدنا، ويا بنقليها أو بنحطها بالفرن. هلا أنا الصراحة هي أول مرة بحطها بالفرن، يعني هيك خطر عبالي، ما بعرف ليك إجا عبالي حطها بالفرن، بس ما بنصحكم تحطوها بالفرن، قلوها قلي بتصير سمبوسك نظامية ولا أطيب منها. يعني عملت نص قلي ونص بالفرن، وهون حشيت نص لحمة وحشيت نص جبنة. طيبة ظريفة، تغيير يعني تغيير شكل، بس قلي أطيب وأظرف بكتير. يعني المرة الجاية رح جيبها وأقليها، فحبيت شاركها معكم. امبارحة حبيت سفرتي تكون هيك بس هيك شغلات خفيفة ومقبلات، لأنه من أول رمضان هيك عم بعمل طبخة رئيسية وجنبها سمبوسك وشوربة وفتوش وهيك شغلات، يعني خير الله. بس الأولاد عم ياكلوا صنف واحد، يعني عم ياكلوا هاي الشغلات الخفيفة ويتركوا الطبخة الرئيسية. فامبارحة حبيت هيك غير أعمل بس هيك شغلات خفيفة، فعملت هاي البرك التركية، و هاي شو بيقولولها سبرينج رول يعني، ونوع من أنواع البرك التركية. وعملت بطاطا مقلية وفتوش وهيك شغلات خفيفة بس بدون طبخة رئيسية. خلص قلت ما عاد اعمل يعني جنب الطبخة الرئيسية، ما عاد اعمل هيك شغلات لانه عم يتركوا الاكل وياكلوا هاي الشغلات الخفيفة. فعملت هاي البطاطا هاي السفرة هيك البسيطة. بس الله وكيلكن الله وكيلكن أكلة شغل أكتر من الطبخة الرئيسية، يعني لو عاملة طبخة رئيسية كان أهون وأسهل بألف مرة. وهون بعد الفطور حبيت شارك معكم هيك الأجواء الرمضانية والزينة على أصولها، وهيك يعني شوفوا ما حليت هالزينة وما بتحلى غير مع فنجان القهوة والتمر هيك والشغلات الرمضانية يعني. وكان جوزي هون جايب لي هذا الحلو، كان عيد ميلادي كمان، ما جاب لي قالب كيك، فجاب لي بس هذا الحلو هيك، فالله يرزقه ويخلي لي اياه يا رب. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، بتمنى تكون عجبتكم الزينة وعجبتكم أجواء الرمضانية البسيطة، وبتمنى تكونوا أخدتوا فكرة هيك عن زينة بسيطة وحلوة وأكابرية. فبتمنى تعطوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من دعمكم مشان تشجعوني أرجع أنشر وأعمل فيديوهات وأستمر. بشوفكم بفيديو جديد وإن شاء الله بتضلوا بألف ألف خير يا رب.